السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. طبعا انا اول حاجه احب اشكر كل الناس اللي علقت لي وكل الناس اللي كتبت لي كلام حلو. يعني الكلام ده والله يا جماعه بيفرحني قوي، يعني حرفيا الواحد قبل ما يبدا شغله، قبل ما يبدا تصويره، قبل اللي هو يحضر لحاجه، في ناس كانت تحس اللي هو لا، انا عامل لكم الشغل ده علشانكم قوي. الناس دي بجد والله، يعني طبعا من قلبي من قلبي من قلبي انا بشتغل بقلب وبصور بقلبي ليهم. فطبعا انا بشكركم قوي. يلا بينا نبدأ على بركة الله. بس كان في سؤال كده كان جايلي، واحد كان بيسألني سؤال. هو أنا بتابعك من، يعني بتابعك من تابعت كل فيديوهاتك واتفرجت على كل فيديوهاتك. آه أنا مش لاقي شغل، أو أنا نفسي ألاقي شغل. يعني مش لاقي شغل ومفيش شغل بيجيلي. عايز أقول لك حاجة، يعني أنت محظوظ، يعني أنت محظوظ قوي. والله يا جماعة، يعني هو سبحان الله، يعني ربنا بيقسم الأرزاق كده هو بطريقة. في ناس أنا بشوف شغلها، يعني بينزل على النت وبيتعاملوا مع أشخاص وبيتعاملوا مع عملاء، يعني وشغلها بيبقى يعني سبحان الله وحش قوي. يعني هو سبحان الله، بس برضه معاه شغل، بالاسم برضه معاه شغل. بس بنبص لجودة الشغل صعبة، يعني مش حلوة. طب في واحد بيقول ده أنا بجتهد وبنام، مش بنام وشغال 24 ساعة، ومع ذلك هو هو فين الشغل ده؟ عايز اقول لك حاجه، احنا لو بصينا على البلاي ليست اللي انا عملتها في الصور المصغره، هتلاقي اول فيديو جايب 700 مشاهده، وتاني فيديو تقريبا 300، بعد كده التاني جايب 100، التالت جايب 100، وانا دلوقتي بسجل الرابع. لان انا عندي ثقه مليون في الميه ان هي لو اتاخرت بس هي جايه. خلينا نتكلم في نقطه الشخص اللي جوده شغله مش حلوه ووحشه، ومع ذلك معاه شغل. وفي شخص جودة شغله حلوة جدا وبيتطور كل يوم ومعهوش شغل. عايز اقول لك الف مبروك، ربنا هيكرمك بعميل حرفيا هيبقى كلاس ايه. ربنا سبحان الله هيجي لك كده عميل كلاس ايه كده، هو من اللا شيء. فانت استمر وما توقفش تطوير، وصدقني العميل هيجي لك. ولكن النقطة بس المهمة انك تنزل شغلك على بيهانس، تنزل شغلك على جروبات. عندك جروبات حلوة جدا، على الموجودة على الفيسبوك. اي حاجة مصدر ان انت تنزل فيه شغل نزل. جروبات واتساب، تليجرام، فيسبوك، وخصوصا الفيسبوك هتلاقي شغل، ناس كتير هتجيلك بإذن الله. صدقوني الجروبات دي عليها عملاء وعملاء كتير يعني. فبس هو معلش انا اسف لو انا بقيت مصلح اجتماعي لمدة 3 دقايق. بس هو كان رسالة مهمة قوي جدا يا جماعة. بإذن الله في فيديو النهاردة هنشرح تصميم الصورة المصغرة الخاصة بمجال الكورة. نوع الصورة ديت، يعني ما شاء الله المصمم أنا للأسف معرفوش، وأتمنى إن أنا أعرفه وأتعرف عليه. مصمم عبقري جدا، وبيصمم ما شاء الله بقاله فترة كبيرة جدا ل آه، الدكتور ممدوح نصر الله. طبعا أنا اللي عرفنا أنا بحب الكورة قوي، فهي دي نوعية الصورة المصغرة بتاعته، فحبيت إن أنا أشرحها لكم إزاي بتتعمل. وأنا أتمنى هو فوق دماغي إن أنا أتعرف عليه، يعني المصمم ده. يلا نبدأ، ويلا بينا نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو طبعا الصورة المصغرة دي والصورة المصغرة دي. طبعا تعالى نحللها على اولا على الفوتوشوب. اي الصورة المصغرة دي؟ الصورة المصغرة دي عبارة عن انا، وانا مبين نفسي اللي انا محبط. مكتوب هنا مستوى صلاح. اللي متابع كورة يعرف ان مستوى صلاح سيء. طبعا اللي بيصمم تصميمات كرة القدم او صور مصغرة، اي حاجة ليها علاقة بكرة القدم، يفضل ان هو يكون فاهم في المجال. لان لو انت مش فاهم في المجال، مش هتطلع الفكرة المظبوطة اللي هتلائم عين المشاهد. طبعا خليك مركز دايما انك بتشتغل ماركتينج في شغلك، وانا بحاول ان انا اضيف لك النقطة دي في شغلك. ميز نفسك انك تكون فاهم انت بتعمل ايه. يعني وليكن، هل انا، يعني واحد مش فاهم كورة هيروح يجيب صلاح بشعره وهو كبير؟ غلط يا جماعة. لازم في تصميمات الكورة لازم انك تواكب الحدث. صلاح دلوقتي حلق شعره، الصورة دي حديثة. هنا الصورة معبرة اللي هو مش عارف مخنوق او زعلان، تلاقي كلمة مستوى صلاح، وهنا كلمة كارثي معمولة على صلاح. طبعا لو احنا بصينا على الباك جراوند هتلاقي ان الباك جراوند بقى مثل ليفربول الجديد. طبعا في فيرتس اللي معمول عليه ترند اللي هو مستواه سيء، الكتيكي، وهنا كوناتي.
فيا جماعه لازم عشان تصمم تصميم كوره لازم تتابع الاحداث. على فكره احنا بنتكلم في دقيقتين على اهم نقطه قبل ما نبدا نشتغل في التصميم. يا جماعه الماركتينج مهم، الماركتينج الفتره اللي جايه هيفرق المصمم عن التاني. اللي يستخدم ذكاء اصطناعي واللي يستخدم ماركتينج صدقني انت في حتة تانية، واللي ما بيستخدمش الحاجات دي هيبقى برضه في حتة تانية بس اقل بكتير. فركزوا يا جماعة، مش هتنفع تكون مصمم بس، لازم تبقى مصمم وحاجة تانية. لازم تضيف لنفسك شغل، لازم تضيف لنفسك كواليتي، لازم تضيف لنفسك انك مميز. لكن لو كونك مكتفي بعنصر معين مش هينفع. لازم تطور نفسك. اسمعني كويس، الصورة المصغرة دي لازم تكون معبرة عن الأحداث. لازم إن الصورة المصغرة تكون معبرة عن الأحداث علشان تشد عين المشاهد، علشان تتقبل من أول مرة. لازم يكون عندك فكرة، عندك دماغ. تمام، يلا بينا نبدأ التصميم دوت. اولا هروح طبعا على الموقع بتاعنا وهو موقع المرينا او لامرينا. اولا زي ما اتعودنا بنمسح الهاك ده وندخل على الويب سايت عادي. طبعا هنا دي هنعمل دي ديليت عشان هو بيجلتش كده، هو لو الحاجات دي سبتها تمام، ودي تخليها دايركت شات. طبعا نروح نبتدي ان احنا نحط الصورة بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، اللي هي الصورة دي. كل اللي انا هكتبه عاوز الشخص يضع دو على، بص انا كتبت عاوز الشخص يضع ايده على وجهه ويكون محبط. تمام، وندوس بقى ايه كرييت، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي. بصوا طلعت الصورة بالمنظر ده، الصورة كويسة. انا عندي فكرة، بدل بقى ما نحط صلاح على الجبهة دي ممكن نحط صلاح على الجبهة التانية علشان هو باصص الناحية دي. طبعا دي صورة يا جماعة، ده انا. تمام، وهنبتدي ان احنا ندوس داونلود. تمام كده حملنا الصورة. نروح نفتح طبعا البروجكت بتاعنا الجديد. تمام، ونحط كده اهو. طبعا ادي اهي الصورة بتاعتنا. هنروح نعمل حاجة بس علشان الناس تركز معايا بقى في النقطة ديت. نروح على الموقع اي في اي ايد، وهبقى ان شاء الله حاطط لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. وندوس على شوز، الصورة بقى بتاعت الصورة اهي. تمام، ونروح نعلي الجودة. ده طبعا اب سكيلر بيعلي الجودة وفري. لو الايميل خلص هقولك ازاي تجدده. لو هو انا كنت شارحها قبل كده، لو ايميل خلص روح سجل باي كلام وهتلاقي عمل لك ايميل. هقولك ازاي بس الصورة دي تطلع. طبعا اللي متابع السلسلة من البداية هيعرف اللي انا يعني شارح الحتة دي ازاي. لو هو خلص ازاي نعمله. اي في اي اي في اي دوت من المواقع الجامدة جدا في الاب سكيلر. وطبعا اهم نقطة فري. هخليها على 4 اتش دي. خلاص كده الصورة طلعت. لا هندوس هنا بعد كده سيف. اديها بتحمل معانا. تمام، يعني في 15 ثانية ازاي تعمل اكونت. تمام، هندوس هنا لوج ان. تمام، هندوس هنا كرييت ات. بصوا يا جماعة انا هكتب اي كلام بالانجلش. طب اي كلام ات اي كلام دوت كوم. تمام، ونيجي هنا اي كلام في الباسورد وندوس هنا ساين اب. وبس كده احنا سجلنا ومعانا ايميل جديد وخلاص. لو هو خلص يعني خلص الفترة اللي هي المجانية بس، ونبدأ ونشتغل وبس كده. ده بالنسبة للموقع الاب سكيلر. معانا موقع تاني هنستخدمه فيه ريموف باك جراوند بدل ما احنا نستخدم الفوتوشوب. ده عشان لو محدش معاه النسخة اللي هي المتقدمة. هدوس اهو ابلود. هنيجي بعد الصورة اهي اللي هي الجديدة دي اللي معمولة اب سكيل ونرفعها. بس هتلاقي هو عمل اب سكيل. نبتدي اللي احنا نحمل الصورة دي اهي داونلود. بعد ما ناخدها نروح نوديها على فوتوشوب. تمام، طبعا او استنى بس اهي نبتدي ان احنا نحطها مثلا كده في النص. طبعا في مشكلة اللهم صل على النبي، لما تعمل اب سكيل تفاصيل الوش شوية بتروح. فهنعمل حاجة تانية، اللي احنا هنروح على الداونلودز ونجيب الصورة اللي احنا عملناها من جيميناي او لامرينا، ونبتدي اللي احنا نحطها الصورة دي على الصورة دي.
طبعا بصوا هنا قبل بعد، استنى بس ايه، محتاجة اللي هي تتظبط في نفس الحتة بالظبط. مش عارف كده مظبوطة؟ لازم تبقى الصورة في نفس الحتة، ايوه، بس قبل بعد. شايفين تفصيلة العين باظت، فاحنا هنروح نعمل هنا ماسك وندوس هنا كنترول اي. تمام، هنروح بقى نستعيد تفصيلة العين. وهنا معمول على الماسك، هنا كنترول اي معمول على الاسود. نروح هنا نعمل بقى دي، هنا ندوس اكس من الكيبورد وتخلي دي بدل الاسود ابيض. نروح نرجع بقى تفصيلة العين، طبعا نعلي بس شوية في الفلو. نرجع تفصيلة العين دي وتفصيلة العين دي. طبعا اللي بيتغير دايما تفصيل العين، ومثلا ايه التكشيرة دي بينعمها لك اكتر. ممكن الجزء بتاع الاضاءة ده، لحظة، الجزء بتاع الاضاءة ده نظبطه. بس كده اهو، تمام، حلو اوي. طبعا انا هشيل دي، او كده كده مش محتاج شيفت. هندوس هنا الاتنين مع بعض شيفت، وندوس هنا convert smart object. طبعا زي ما قلنا للشخص لازم يا جماعة يبقى كبير، ما تحطليش بقى ايه الشخص يبقى صغير قوي، حجمه صغير قوي. لا، كبر لي كده الشخص فين كده، تمام، وننزله كده تحت. ماشي، ممكن نروح على فلتر ونروح على الكاميرا رو عشان اظبط بس الوش شوية. هتروح هنا على الديتيل، زود شوية في الشاربن، وزود في النويز ريدكشن، وزود هنا في الكلر نويز. كده اب كده بعد وضحت كده شوية. ممكن هنا نزود سنة في التكتشر. اب بعد، حلوة اوي كده. تمام، خلي الصورة كده اهو. تمام، هنروح بقى ايه، طبعا هنعمل اللي هو الجزء بتاع محمد صلاح. فهنبتدي اللي احنا نروح نعمل سيرش على الصورة بتاعت محمد صلاح الحديثة، ونكتب مستوى محمد صلاح الكارثي. كل دوت هنعمله دلوقتي اهو. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نكتب محمد صلاح، ندوس على ايمج. تمام، هنختار الصورة الحديثة. طبعا نعمل مور هنا، ونعمل هنا، او هتروح على التولز وتروح على اني تايم، هنكتب باست 24 ساعة. ممكن نعمل هنا تولز ونعمل برضو ايه، اللهم صل على السايز، ان عشان نبقى نجيب حاجة صورة الكواليتي بتاعتها عالية. نختار اعلى كواليتي. طبعا منلاقيناش صورة كويسة هنا. ممكن نخلي مثلا ايه الاخر 24 نخليها باست ويك. خلاص كده تمام. طبعا نختار صورة محمد صلاح وهو في ليفربول، نختار صورة كويسة. صلاح ليفربول. والله بص، هو يعني ممكن عشان صور لسه كتير ما نزلتش بالحلقة الجديدة. مع ان والله انا مستغرب، انا جايب الصورة انا ممكن صلاح اليوم هنا، ممكن عشان كبرت الحجم والكلام ده. نختار صورة زي ما قلت لك حزين شوية فيها، ميبقاش الصورة اللي لأ. تمام، خليها مثلا ايه، نخلي التولز دي بدل السايز نخليها ميديوم. اوكي، اوكي. طبعا دي مش هتنفع بص بقى، عشان دي بتبين احداث اللي انا ايه فاهم في الكوره، واللي انا اختار الصوره بناء على ايه. دي كان بيعيط علشان دياجو جوتا توفى، والجمهور كان بيغني، فبالتالي الصوره دي مش هتنفع. احنا عايزين صوره بتعبر عن ان هو مثلا ايه واقف في الملعب ضيع كوره فرصه او الكلام ده. بلاش كلمه محمد صلاح اليوم، نكتب محمد صلاح بس. تمام، دي مش هتنفع. والله دي تنفع، بس هو زي ما قلت لكم حلق شعره، فدي مش هتنفع. فدي ممكن هي اللي تنفع شوية. أه يعني دي تنفع كويس. دي مش هتنفع. طبعا دي لأ. حاول احنا بندور لحد ما نلاقي صورة كويسة. طبعا انا عشان ننجز في الوقت في التدوير والكلام ده، هي الصورة دي تمام. هي دي الصورة تمام. هندوس بقى هنا سيف ايمج. تمام، ناخد بقى الصورة دي اهي، نروح على الفوتوشوب اهو، وندوس هنا done. ممكن تعمل روف باك جراوند بقى من اي ويب سايت عادي، مش هنختلف في الحوار. وادي اهي الصورة، ونحط بقى ايه ورا. ممكن نجيب ده كده نحطه وراه. تمام. طبعا انا كنت عايز اللي انا بقى كده هعمل الخلفية
الخلفيه طبعا عشان ده ليفربول، وانا عارف شعار ليفربول لونه نبيتي، فنعملها اول حاجه سوليد كولر، ونعمله باللون النبيتي، نبيتي في احمر يعني. طبعا عايز احط في الخلفيه في الباك جراوند صوره فريق او الفريق بتاع ليفربول، نكتب ليفربول، ونختار صوره برضو حديثه، وليكن هي الصوره دي هي نفسها اللي انا كنت شارح عليها، وندوس سيف. الصوره دي صوره حديثه. تمام، هنيجي بقى ناخد الصوره دي ونروح على فوتوشوب اهو. تمام، نروح نحطها هنا، ونيجي نحطها كده او نحطها تحت اللي هو اللون البيتي. تيجي على اللون الابيض ده، راح تجيب كابل برش تول بتاعك، ممكن نقلل شويه في الفلو، نجيب هنا باللون الاسود، ندوس اكس عشان نبدل نخليها باللون الاسود، وبس كده. وممكن نكبر بس في الخلفيه دي عشان عايزين التفاصيل دي توضح شويه. بس كده، شكرا. تمام، ممكن نجيب بعد كده الصورة بتاعت الأشخاص دي، ندوس بلور، مش بلور، نعمل بس بلور عشان نفصل ويكون التركيز شوية على الشخص أكتر. عايز التركيز يبقى عليا أكتر، في كده احنا بنحاول بس نخلص الشغل الخلفية، بعد كده ندخل على الشخصية. هنروح نعمل بعد كده هنا، نجيب البرش تول، نعمل نيو لاير، نعملها باللون الأبيض، تروح على اوفرلاي وتعمل كده اهو، انك تفتح ظهره شويه. تمام، يعني هو نفتح الظهر بتاع الخلفيه شويه، يعني بصوا كده قبل بعد. جميل قوي، جميل جدا جدا جدا. تيجي بقى على الشخص، هتيجي على محمد صلاح، نخليه باللون هنعمل بلاك اند وايت، ونعمل كريم ماسك عليه. ممكن نعدل بس في تي عشان نفتحه كده شويه. تمام، اوكي كده حلو قوي. طبعا انا هنبتدي اللي احنا ناخد هنشتغل عليا وعلى الشخص. تعالى بس نخلص محمد صلاح. هناخد نسخة دايس على الت واخدت نسخة تحتيه، النسخة اللي تحتيه دي هتبقى باللون، يعني هنضغط ضغطتين. تمام، وهندوس هنا color overlay باللون الابيض. تمام، ودي هنضغط كده بزرار الكيبورد السهم اللي فوق، نطلع كده اهو ونحركه يمين شوية. تمام، بحيث ان احنا نعمل اللي هو ايه، التحرك الابيض ده. نيجي برضه عليا انا، برضه هناخد نسخة لتحت وانا دايس الت، نضغط هنا ضغطتين، نعملها برضه color overlay، color overlay. نبتدي اللي احنا مثلا نحركه كده اهو، او كده اهو. ممكن احركه، انا افضل كلهم يتحركوا نفس الجهة. خلاص، تمام، جميل اوي. هنعمل بعد كده ايه؟ اللهم صل على النبي. هنروح بعد كده نجيب، نعمل نيو لاير. بعد ما نعمل نيو لاير هنروح نعمل فيد كده اهو من تحت باللون، اولا باللون الاحمر الغامق ده شوية، او فيد باللون الاحمر، ننزل بيه كده اهو. تمام، يبقى كده اهو خفيف. تمام، بعد كده هتروح تعمل نيو لاير تانية، تخلي الفيد ده بالمرة دي باللون الرصاصي علشان ندي شوية سنة، يعني تركيز قوي على الشخصين. تمام اهو، بس كده جميلة. هتروح بعد كده تعمل شيفت كنترول الت اي، دوس فلتر، كاميرا رو، وتعمل بعد كده اللهم صل على النبي. هتركز معايا بس كده، دي هنزود سنة في الكونتراست، نزود سنة في التكتشر. دي الفينيت هنحركها كده، كلاريتي نظبطها نعليها شوية. تمام، بعد كده ممكن نزود شوية في الشاربن، وشوية في النويز ريدكشن، وشوية في الكالر نويز ريدكشن. اوكي، هنفعل مثلا اللينس بلور علشان ندي عمق شوية في التصميم. ممكن هي بتتأخر شوية، او فعلا اللينس بلور. نبتدي مثلا نزود هنا سنة، زي ما قلت لك بندي شوية عمق في التصميم. ممكن نروح بقى على الكاليبريشن، شوف بقى نظبط الألوان
بتاعتنا كده. اوكي كده تمام. دي تمام. دوس بعد كده اوكي. بس كده خلصنا اللي هو ايه الصورة بتاعتنا. باقي اللي احنا الجزء دوت هيكون فيه كتابة. فهنكتب هنا. طبعا هسيب لكم لينك الفون في الديسكريبشن. مستوى. مستوى. ودي هنخليها طبعا باللون بالابيض. نيجي هنا ناخد الت وناخد نسخة لتحت. هنكتب هنا صلاح. هنعمل مثلا كشيدة ما بين الصاد واللام بحيث اللي هي تكون على نفس السوا، وننزلها تحت. هنروح بعد كده نعمل الاتنين دول شيفت وناخدهم الاتنين مع بعض. convert smart object. هنكبرها بس شوية كده. نضغط ضغطتين. هنروح نعمل ستروك. والستروك ده هيبقى معمول هنا باللون، يعني درجة اللون دي اللي هي تحس ان هي بني رايحة على الاحمر شوية. هنا كده اهو بالظبط. وندوس اوكي. نشوف الستروك بتاعنا. نكبر طبعا السايز شوية. حلو كده اهو. ندوس اوكي. نيجي هنا تحت صلاح اللي هي الفونت دوت اللي هو عملنا كونفرت سمارت اوبجكت. ناخد نفس درجة اللون دي واحنا دايسين على الالت بالقطارة. نيجي بقى هنا نعمل فيل بقى الاجزاء دي. خلاص تمام. الله ينور. جميل قوي. ناخد بعد كده الاتنين دول مع بعض. هنا نعملهم convert smart object. نضغط ضغطتين. هنروح نعمل بعد كده هنا ستروك باللون الاصفر. ندوس اوكي. ممكن نكبر كده شويتين ونميلها سنة ونحطها كده اهو. تمام. ننزلها بس تحت عشان هيتحط حاجة تانية. اوكي. هتروح بعد كده تعمل نيو لاير. نعمل براش تول. نيجي هنا ناخد مثلا اي درجة لون تبقى مثلا ايه. ممكن على اللون الاورنج ده او اللون الاحمر. اللون ده كده اهو. ونعمل دي سكرين. تمام. ممكن تروح بعد كده تعمل كنترول يو بحيث ان انت تغير بقى اللون بتاعها بس انت تشوف اللون المناسب. ممكن اللون الاحمر عادي مناسب او اللون الاحمر. شوف بقى عايز تقلل في الساتوريشن. شوف انت عايز تعمل ايه بالظبط. بس هي ايه كده تمام. ممكن نحركها كده اهو. تمام. جميل قوي. هنروح بعد كده نبتدي اللي احنا نضيف الاضافات بتاعتنا المميزه اللي هتميز التصميم اكتر. وهي وليكن انا مستوى صلاح. فمستوى صلاح دوت مثلا عايزين نعمل اللي هو ايه. طبعا في كلمه مهمه احنا كنا كاتبينها هنا وهي كلمه كريسي. تمام. عشان ال الشخص اللي بيتفرج يقول ايه ده يا عم ده مستوى صلاح كارثي ايه. حتى مثلا لو حد بيحب صلاح قوي يدخل يشتم صاحب اللي هيعمل الفيديو. كده نجحنا الفيديو كده. يعني ايه. جمعنا ناس. ده اللي احنا عايزينه. كنت عامل هنا ايه سهم. تعال نروح نجيب بقى السهم. طبعا كل الحاجات دي هسيب لكم اللينك بتاعها واسيب لكم الماتيريال دي. هنروح نعمل جيب كده نكتب ارو. ماشي حلوه دي. اهو جميل اوي. هناخد هنا دي ونعمل هنا داونلود. زي ما قلت لكم هتلاقوا ان شاء الله الماتيريال دي كلها في الديسكريبشن. ماشي اهو فتح معانا. هنروح بقى كده ناخد السهم اللي هو ده. بس ازاي بنسحبه. هنسحب السهم ده ونروح على طول على فوتوشوب. تمام. هتلاقي اللي هو اتضاف معاك هنا. بس دي تدوس اوكي. هاتها تاني اهو. اسحبه كده على فوتوشوب هتلاقي اتضاف معاك. بس هنبتدي اللي احنا نحركه كده بحيث اللي احنا ايه بنشاور على صلاح. تمام. هتيجي هنا بقى تضغط ضغطتين. بس هنا color overlay وبس. شكرا. ممكن دي نجيبها كده اهو.
دي برضو مع دي هنصغرهم شويتين ونكتبها تبقى بالمنظر ده. كأننا ايه بنغيظ المشاهد. بنغيظ المشاهد ليه؟ علشان يدخل يتفرج. كده انت بتنجح الصورة المصورة. طبعا عايزين نحط ان في على مستوى محمد صلاح علامة استفهام، فهنروح نجيب برضو من موقع فريبك، يعني هنكتب مثلا ايه علامة استفهام بس. بنروح نجيب، احنا كتبنا علامة استفهام ولا 100%؟ تمام. استنى كده، هو انا كاتب علامة استفهام؟ والله انا مش كاتب. انا كاتب علامة استفهام ولا 100%؟ تاني هنكتبها تاني. شوف هنا في البي اس دي عادي، ممكن يعني عادي ممكن تطلع دي، ممكن نيكست بيج ممكن تطلع لنا. يا جماعة في ايه؟ في هو ايه؟ شكله قرا علامة استفهام غلط خالص. ممكن نكتب question اهي. دي جميلة اوي، دي اللي كنت مستخدمها. ندوس هنا نحملها as a PSD ونستنى شويتين. ماشي اتحمل اهو معانا. نضغط بقى ضغطة عليه وناخد اللي هو الشيب ده، نبتدي اللي احنا نصغره بقى هنا اهو كده اهو. نجيبه مثلا في الحتة دي، مثلا ايه نعوجه كده اهو ونحطه كده اهو. ممكن نصغره شوية بس كده حلو اوي. ممكن نجيب هنا نعمل نيو لاير، نجيب نفس البتاع هنا نعمله طبعا. سوري، ممكن عادي ممكن نحط تحت دي كده. يعني احنا بنعمل ايه؟ احنا بس انا اتأكد بس حاجة معينة. ده اتحط كده وده يتشال. لا مش ده اللي يتشال، ده يتحذف. اوكي. نيجي هنا، هنيجي برضو نعمل زي كأنها برضو جزء من الإضاءة ده. ممكن نيجي على الأوبجكت اللي هو بتاع علامة استفهام، هنعمل حاجة خفيفة قوي. هنعمل مثلا موشن تور بس يبقى مثلا على، يعني مثلا على 16، وتيجي بس عند الموشن هنا، تيجي هنا وانت معلم على الأسود تمسح الجزء ده بحيث الجزء اللي تحت بس ايه اللي معمول عليه موشن. تمام. جميل أوي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنروح بعد كده نجيب ال هنروح بعد كده نعمل ايموشنز، ايموشن احباط او ايموشن غريب. يعني طبعا هسيب لكم برضو الايموشنز ديت في description. هنكتب بس هنا ايموشن. هنختار بقى ايموشن بيدل على الاحباط او يدل عن ان صلاح غريب. نفضل ندور لحد ما نلاقي حاجة كويسة في اللي هي دي، بس يعني شكلها غريب شوية. انا هنفضل ندور لحد ما نلاقي ايموشن. طبعا انا محمل الايموشنز ديت، فانا بعرفكم ليه انا بدخل على فريبك عشان اعرفكم ازاي تجيب ماتيريال. عشان في ناس كتير بتسألني يعني احنا هنجيب ماتيريال منين. فانا بقى يعني انا بحاول ان انا اساعد اللي انا ايه نجيب الايموشنز ديت. نعمل مثلا هنا آه تقريبا هي دي. بس اوكي اهي هي هو دوت الايموشن اللي انا كنت عايزه. هناخد الصورة ديت. بص هنضغط هنا ضغطتين. تمام. اول واحد مثلا هناخد اللي هو ده. تمام. ندوس هنا كنترول جي نعملها convert smart object، وناخده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم على التصميم. التصميم بتاعنا اللي هو ده. تمام. تمام. وناخده نعمله نحط مثلا ايه واحد هنا اهو. تمام. اوكي جميل اوي. وهنجيب برضو واحد تاني وليكن هو ده. ده يبقى هنا كنترول جي وهنا نعمله convert smart object. تمام. اهو كده اهو. هنيجي نحط مثلا احنا اهو. تمام. جميل اوي. اول حاجه دوت هنعمله مثلا ايه
ايوه عشان بلور، ونعمله مثلا على 10. التاني برضو ممكن نعمله عشان بلور، ويبقى هنا اهو، يبقى الاتنين محطوطين بالمنظر ده. ممكن تعمل موشن كمان بلور. طبعا انا هقول لك حاجه، لو انت حاسس ان الخلفيه مثلا غامقه شويه، ممكن نمسح اللاير بتاع الكاميرا رو. وطبعا انا عايز اطلع الجريدينت ده كله فوق عشان يغطي على دي حتى. تمام، لو الخلفيه غامقه شويه روح على دوت، يعني مثلا كده اهو، ممكن نخليها كده اهو. تمام. ونيجي هنا نحاول احنا نظهر برضو الجزء اللي اختفى ده كله، اللي هو ايه، اللعيبة اللي مبقتش باينة دي. ندوس هنا مثلا اكس، مثلا نعمل مثلا هنا الفلو على 27 اكس. نحاول احنا ايه، نظهر شوية من اللعيبة اللي ورا دي. تمام، حلو اوي كده. ممكن بس الكتابة دي شوية، اللهم صل على النبي. الكتابة هو دي، الكتابة اللي هي دي هتنزل بس ايه تحت شويتين. خلاص كده، خلاص تمام. هنعمل بعد كده convert smart object، وهنعمل كاميرا رو فلتر. بس نتأكد بس من كام حاجة معينة معانا. أولا، لو انت حاسس وش الشخص مصفر شوية، ممكن نروح نعمل هنا color lookup ونعملها على to strip. تمام، حلو اوي كده اهو. هنروح بعد كده على الكالر لوك اب، دوس كنترول اي عشان نعكس شوية في الماسك. ممكن نعمل دي نقلل شوية في الفلو، ندوس هنا على الوش هنا وانت عامله على الابيض، تعمل دي كده اهو عشان نعكس لون اللي هو اللون البينك ده شوية. تمام، بصوا كده قبل كده بعد، حلو اوي كده. طيب بس كده اهو. ممكن نروح بعد كده نعمل شيفت كنترول الت اي عادي، نديها الكاميرا رو فلتر اللي احنا كنا عاملينها. طبعا طبعا احنا كنا مدين، مش هينفع على دي طبعا. قبل كل دوت هنيجي هنا من اول قبل الكتابة، من اول هنا لحد هنا كنترول الت اي. تمام، عشان احنا كنا بنحاول ان احنا ايه، نخلي الخلفية افتح شوية، ونخلي طبعا دوسين الكاميرا في الرو فلتر ونوصل اهي. عشان انا كنت عامل لينس بلور. مش معلش، هنروح نعمل كاميرا رو فلتر تاني. خلينا بس على، عشان هو محدد جزء غلط. خلينا ده ونعمل هنا ماسك، خلينا ندوس convert smart object. تمام، هنروح بس بعد كده كاميرا رو فلتر اهو. تروح هنا نزود زي ما قلنا الشاربن شوية والنويز ريدكشن شوية، وهنا الكلر نويز ريدكشن. تمام، التكتشر هتعليه، وهنا البنيت طبعا هتغمق كده شوية. وبس، انا شايف كده تمام، خليها كده اهو. تمام، بس هي الفكرة كلها اللي انا حسيت ان الخلفية غامقة، فمسحت اللاير بتاع اللي انا كنت عاملها كاميرا رو، ودمجت الجزء اللي تحت ده تاني، علشان آه علشان نعمل كاميرا رو فلتر تاني. ليه ما عملتش على اللي فوق؟ علشان كنت انا عامل لينس بلور فبوظ لي الدنيا. خلاص، بعد كده نطلع فوق، هنعمل بقى كاميرا رو فلتر. نعمل شيفت كنترول الت اي، نجمع كل اللايرز مع بعض. ممكن تجيب البرش تول بقى بتاعتك يا معلم، تعملها بس على اللون الاحمر، نعمل نيو لاير، نزود دي كده مثلا تخليها على اللون الاحمر اللي هو الفئة ده. ممكن تجيب بقى تخليه دي على كلر اوفرلاي. ندي مثلا هنا لعسات، لساعات اضاءة اللي هي ايه حمرا كده شوية. خلاص، ممكن نعمل برضو نيو لاير تاني، ونيجي هنا على الجريدينت، نخلي دي مثلا باللون الرصاصي. تمام، عشان ندي شوية فوكس وننزل دي كده تحت بحيث اللي هو يختفي. بس اذا احنا كده صممنا الصورة المصغرة بتعبر عن الاحداث اهو. ليفربول في الخلفية، صلاح زعلان، مستوى صلاح كارثي. بس هي دي الصورة المصغرة. تعال بس نشرح الصورة المصغرة اللي هي التانية بتاعت برشلونة.
نشرحها كده بشكل مختصر اهي، اللي هي دي. تمام، علشان ميبقاش احنا ايه. طبعا برشلونة كسب، فبالتالي رحت جبت صورتي وخليت نفسي حماسي. جبت لوجو برشلونة وعملت له بلور زي ما انا كنت عامل اهو، ركزوا معايا، زي ما انا كنت عامل هنا في الاتنين دول. تمام. جبت بعد كده نفس الفونت كبرته كده شويه، وجبت برشلونه تجنن، فحطيت صوره ان برشلونه كانه اون فاير، وحطيت في الخلفيه لروبرتو ليفاندوسكي وفريق برشلونه، لان ليفاندوسكي جاب اجوان الفتره الاخيره. وحطيت بقى الدوائر دي والحاجات دي، طبعا هسيبها لك في الديسكريبشن. وبس كده اهو. كده الصوره مصغره بسيطه وبتعبر عن الحدث الجاري. ده فيديو النهارده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتستفادوا تستفادوا منه على مستوى كل حاجه يعني. كان معاكم محمد قيم، متنسوش الاشتراك واللايك والتعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.